الدكتور الله يحفظه يسألني سؤال، يقول لا أسوي تكميمة وأسوي شافت، ممتاز هذا، بس كل شيء تسويه إلى مضاعفات. افهم هالموضوع. المعدة شغلتها مو بس تاكل، المعدة تطلع أسد، والأسد هو الدفاع الأول في الجسم. شوف شنو تاكل انت، ألوان واشكال، وسخ وبكتيريا وبلاء، وين يروح المعدة. المعدة فيها أسد مال المعدة إذا قطرة توصل هني تختنق انت، مع انه سبحان الله وسط اللحم بس ما تسوي شيء. إذا أنت تعبث في المعدة يصير قرح، إذا ما تعبث ما يصير شيء. HCl اللي هو الأسد في المعدة الPH ماله 2 يعني تحط 5 فلوس في الدو زين. ولهذا تستغرب انت تقول سبحان الله شنو هذا اللي في المعدة اللي يمنع هذه السالفة ان تخرج المعدة. اذا الاسد يروح الامعاء يقضها. ليش؟ لان اذا عندك طاولة حطيت عليها زجاج، انت اذا تصب ماي ما يوصل للطاولة، الزجاج يمنع. نفس الشيء بالضبط في المعدة، في مادة مخاطية داخل المعدة، طبعا هي موجود نفسها في المثانة. لهذا البول جدا ضار. خلي شوية بول يظل على جلدك فترة 5 دقائق، شوف ايش يصير، بينما يظل في المثانة طول اليوم. ليش؟ لأن المثانة بعد فيها شيء، نفس القزاز اللي يحطه على شو اسمه عشان يمنح. أيوة. إذا أنت تعبث في خلقة الله سبحانه وتعالى، مثلا سويت تكميم عليه عملية ممتازة، خصوصا الناس اللي عندهم ضغط وسكر وسمنة وبلاوي، ممتازة، بس هذه لها مضاعفات، لأن قاعد تتعبث في شيء الله سبحانه وتعالى سواه حماية إليك. مثلا من تسوي عملية معدة تحتاج إلى بروتينات خاصة، تحتاج إلى فيتامينات خاصة، تحتاج تسوي تحاليل خاصة، وعقب 9 أشهر إلى سنة بيصير عندك حصى في المرارة، وعقب 1.5 سنة بيصير عندك حصى في الكلية، لأنك شلت خط الدفاع الأول.